حاسس طول الوقت ان انت وراك حاجة تعملها، صح؟ في حاجة فايتاك، في حاجة المفروض تعملها ولسه ما عملتهاش. عارفة انا الاحساس ده، اللي هو آه يعني اكيد مش كل الناس دي، اكيد مش كل الناس دي ضلت الطريق، وانا الوحيد اللي دماغي ماشية صح. اكيد في حاجة غلط، اكيد في حاجة انا معرفهاش. يعني الناس دي بتجري ورا حاجة هم عارفينها، وانا اللي نايم على وداني، انا اللي مش عارف اهمية الحاجة اللي هم عمالين يجروا وراها دي. قلت ان الكلام ده كتير لنفسك، صح؟ وانت كمان. طبعا احنا هنا على القناة دي انا بتكلم بكل تلقائية وبطبيعتي، ومش عاملة اي تكلف بيني وبينكم، لان دي الحاجة المريحة بالنسبة لي. الحقيقة ان مفيش اي حاجة فايتاك خالص، خالص بجد. يعني لما تاخد اسبوع اجازة من شغلك، بس طبعا يبقى معاك الحاجة اللي تكفيك ان انت تعيش الاسبوع ده، مش تقعد تستلف في الاسبوع ده، هتكتشف ان مفيش اي حاجة فاتتك. الشغل مشي عادي جدا من غيرك، الحياة مشيت عادي جدا من غيرك، اصحابك مكملين عادي جدا من غيرك. ودي الحاجة اللي بنبقى احنا مش عايزين نصدقها من جوانا. يعني احنا مش عايزين نصدق ان احنا فعلا الحياة مش واقفة علينا، بنبقى مش عايزين نصدق كده، بس الحياة فعلا مش واقفة علينا. احنا لازم نبقى متأكدين من كده. بص حواليك كده وشوف كم حاجة انت كنت متخيل ان هي، وكم شخص في حياتك او كم حاجة في حياتك انت كنت متخيل ان يعني انت هتموت بعدها. انا مش بتكلم على الحزن، مش بتكلم على الزعل، مش بتكلم على مشاعر الفقدان، اكيد دي ممكن تكون موجودة، بس كم حاجة انت كنت متخيل ان انت هتموت بعدها وما متش. صدمة كبيرة في حياتك، مشكلة كبيرة تعرضت لها، وفاة حد عزيز عليك قوي وقريب لقلبك، كلها كنت متخيل بعدها ان انت حياتك هتقف، ان انت هتموت، بس ما متش. ممكن تكون حياتك مش احسن حاجة بعدها، بس ده نتيجة ان انت يعني ممكن يكون كان عندك يعني تخيلات وامال واسعة قوي قوي عن المستقبل، وما كانش عندك الاتصال بالواقع الحقيقي اللي احنا عايشين فيه، واقع الحياة نفسها، ان هي الحياة فعلا مش زي ما الحد، وان في اي لحظة ممكن يحصل فقد، اي نوع من انواع الفقد. ان احنا نبتدي بس نواجه موضوع الفقد ده وش لوش كده، نقف قدامه، ان دي حقيقة لازم هتحصل في اي وقت. مش لازم يبقى فيه آلام ومآسي وخيانات، ولا احنا كلنا نموت في اي وقت. هوجه بقى كلامي للبنات والشباب حبايبي اللي هم صغيرين، اللي اصغر من 20 سنة. انا بيطلع عندي على القناة ان انا في متابعين ليا في السن ده. انا عايزة اقول لكم، يعني دي مش نصيحة، بس دي عن تجربة. انا لما برجع بفكر كده في نفسي في السن ده، لا قدكم اصغر من 20 سنة، ايه الحاجات اللي انا لو قابلت نوها في السن ده هقولها لها؟ اول حاجة هقول لها، ما تشغليش بالك كتير، ما تشغليش بالك كتير، اتبسطي اكتر من كده، اتبسطي. المستقبل كده كده مجهول، احنا مش هنقعد بقى نزين في مهما خططت، برضو المستقبل مجهول. فخططي وشوفي انت عايزة تعملي ايه، عايزة تتعلمي حاجات جديدة، اعملي كل ده، لكن لازم تبقي حاطة دايما في دماغك ان انت المستقبل مجهول. ما تخافيش بقى من المجهول، خلاص صاحبيه، صاحبي المجهول، دي واقع الحياة. بس خليكي اكتر متصلة بالوقت اللي انت فيه. يعني اي حاجة بتعمليها اعمليها وانت مبسوطة، اي حاجة، مش لازم تبقي طايرة من الفرح، بس هقولها كده، هقولها اعملي اي حاجة انت بتعمليها وانت مبسوطة. هقولها كمان، ما تخلصيش طاقتك على حاجات فاضية،
اكل كتير قوي غلط، كلي حاجات غلط بس مش كتير، اسهري بس مش كتير. ليه هقول لها كده؟ هقول لها كده لان بنكتشف مع الوقت ومرور العمر ان الطاقة دي مش حاجة دايمة ومش حاجة امر مفروغ منه. كمية الطاقة اللي عندنا دي مش حاجة مسلم بيها. فعلا الطاقة بتقل، فعلا بتهدر في كمية الحاجات اللي بنواجهها والآمال اللي ما بنحققهاش والحاجات اللي بنتصدم فيها وطريقة الأكل الغلط ونظام الحياة اللي احنا حوالينا ماشي بطريقة غلط. كل ده بيهدر طاقة كتير، زائد ان جسمنا نفسه بيحتاج مع الوقت يعني راحة أكتر. هقول لها اضحكي، اضحكي كتير، اضحكي بصوت، طلعي الضحكة من جوه هنا. ما توقفيش قوي على التعليقات بتاعت الناس، ما توقفيش قوي على مين قالك ايه ومين انتقدك ومين حتى اللي بيقول الكلام حلو برضه ما توقفيش عنده، لان في الاول وفي الاخر ده رأي ممكن بعد شوية يتغير. ما توقفيش عند الناس عامة، ما توقفيش عند كلامهم عامة. هقول لها كده، وانتوا كمان تعملوا كده مع نفسكم دلوقتي اللي بيسمعوني في السن ده. تدوا لنفسكم قيمتها، تتعاملوا مع نفسكم بعزة نفس، ما تقبلوش بأي حاجة. قللوا الغضب، كتروا الضحك والفرحة، وكله كويس، ناموا كويس. دي النصيحة الأساسية عندي لحد دلوقتي، بقولها لنفسي: أكل كويس وأنام كويس وأضحك كتير.